ازيكم؟ انا بالنسبه لي من اجمل الحاجات اللي انا ممكن اعملها للعيد القريبه، من اسهلهم وكمان طعمها حلو جدا، بكون مبسوطه كده وانا باكلها. تعالى بقى اقول لكم شويه كده تريكات وشويه تفاصيل عشان تطلع معاك القريبه ناعمه جدا وتكون دايبه وتكون كمان محتفظه بشكلها. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها 400 جرام من السمنه البلدي، ولازم قبلها ندخلها التلاجة، يعني ما ينفعش نعملها بدرجه حراره الغرفه، لازم قبلها بساعه او بساعتين ندخلها التلاجة. بعد كده نضيف عليهم 150 جرام من السكر البودر، وهنا السكر البودر لازم يكون طحينه كويس جدا. وهنضيف كمان معلقه من لبن البودر دوت، يا جماعه بيديها كده طعم حلو جدا، واللبن البودر بيديها طعم اغلى. بعد كده هنضرب بقى بالمضرب لحد لما الزبده توصل بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنضيف كمان ربع معلقه صغيره جدا من الفانيليا. هنقلبها بس كده مع المكونات. بعد كده هنضيف 500 جرام من الدقيق، والدقيق كمان يكون جودته كويسه ويكون نوع حلو عشان يدينا نتيجه حلوه. بعد بقى ما نقلبه في الخطوه ديت، عادي نقلب حلو جدا مع السمنه، لان القريبه ما فيهاش اي سوائل ولا اي حاجه خالص، فمش هتنشف مننا. بالعكس، لما يكون سمنه ودقيق بس ونبسهم حلو جدا بيدينا نتيجه حلوه قوي. في الاول بس كده هنقلبه بالمضرب الكهربائي، بعد كده هفضيه بقى في حاجه اكبر عشان ابسه كويس جدا بايدي، عشان كل ما نبسه كويس كل ما يدينا نتيجه حلوه وكل ما ينعم في ايدينا. بس هناخد مثلا 10 دقايق كده ولا حاجه، معلش ايدينا توجعنا شويه، بس هناخد في الاخر نتيجه حلوه. بصوا بقى يا جماعه، طريت معانا جدا، وما بحبش بقى استخدم هنا يعني جلافزات ولا اي حاجه خالص، عشان احس كده بملمس العجينه. بصوا مجرد ما نشكلها كده ونضغط عليها وما تعملش اي تشققات، يبقى كده هي مظبوطه معانا. لكن لو ضغطنا عليها وحسينا ان هي متشققه، نبدا ان احنا بقى نضيف مثلا معلقه او معلقتين من الزبده، لان كل نوع دقيق بياخد مقدار معين من الزبده، يعني هنعمل بالمقدار دوت، لكن ممكن مثلا يحتاج معلقه او معلقتين زياده. بس هنشكلها بقى، انا بحب اشكلها جدا بالفستق، لكن ممكن ما نشكلهاش هي لوحدها كده يا جماعه، بجد بيبقى طعمها خطير. وهندخلها بقى على درجه حراره 160 لمده من 10 ل 12 دقيقه لحد بس كده. يا جماعه الغريبه ما بتاخدش لون، هي بيكون لونها فاتح من فوق وبيكون لونها فاتح من تحت، هي مجرد بس تدخل كده مثلا 10 12 دقيقه وخلاص، ونخرجها على طول. واهم حاجه يكون السوا على درجه حراره متوسطه، ما تكونش التسويه على درجه حراره عاليه عشان تطلع مظبوطه معانا. ولو عايزين بقى كده يعني بعد ما ندخلها الفرن تكون محتفظه بشكلها، ممكن ندخلها قبلها التلاجة ب10 دقايق، بعد كده ندخلها الفرن. بصوا بقى يا جماعه، بجد دايبه خطيره. سلام.